يعد فيلم القاهرة 30 الذي أنتج عام 1966 علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية والعربية، ليس فقط لكونه مأخوذاً عن إحدى أهم روايات الأديب العالمي نجيب محفوظ، وهي رواية القاهرة الجديدة، بل لكونه يمثل الذروة الفنية لمدرسة الواقعية التي أسس دعائمها المخرج صلاح أبو سيف. إن هذا العمل السينمائي يتجاوز كونه مجرد سرد درامي لفترة تاريخية محددة، ليتحول إلى وثيقة بصرية تحلل آليات التآكل الأخلاقي في ظل الأنظمة الديكتاتورية والفساد السياسي والاجتماعي. لقد استطاع صلاح أبو سيف من خلال هذا الفيلم أن يجسد الرؤية الفلسفية لمحفوظ حول الصراع الطبقي والفقر وتأثيرهما على المنظومة القيمية للفرد. فالفيلم لا يكتفي برصد الواقع كما هو، بل ينفذ ببصر وبصيرة إلى أعماق الظواهر الاجتماعية ليدرك جذورها، وهو ما يميز واقعية أبو سيف التي ترفض الاكتفاء بالملامح الخارجية للواقع. هذا التوجه الفني جعل الفيلم يحتل المرتبة 18 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، محققا بذلك اعترافا نقديا وجماهيريا واسعا كأيقونة في تراث السينما. القاهرة 30 1966 للمخرج صلاح أبو سيف، والمستوحى من رواية القاهرة الجديدة للأديب نجيب محفوظ الصادرة عام 1945، حجر الزاوية في مسيرة الواقعية الاشتراكية في السينما المصرية. يتجاوز هذا العمل كونه مجرد سرد درامي لفترة الثلاثينيات من القرن العشرين، ليصبح تشريحاً عميقاً للتحولات النفسية والاجتماعية التي تفرضها بنى السلطة والفساد على الفرد. إن الشخصيات في هذا الفيلم ليست مجرد نماذج بشرية، بل هي علامات سيميائية تحمل دلالات طبقية وفكرية ونفسية معقدة، تعكس تمزق المجتمع المصري بين إرث الاستعمار والملك وبين أحلام التغيير الثوري. يتطلب التحليل العميق لهذه الشخصيات الولوج إلى الدوافع الباطنية التي حركت محجوب عبد الدايم نحو الانتهازية المطلقة، وإحسان شحاتة نحو التضحية القهرية بالجسد، وعلي طه نحو المثالية الاشتراكية الصارمة في ظل مناخ سياسي موبوء بالفساد المؤسسي. تدور أحداث الفيلم في فترة زمنية حرجة من تاريخ مصر الحديث، وتحديداً في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، وهي الحقبة التي أعقبت وفاة الزعيم الوطني سعد زغلول، وشهدت صعود تيارات سياسية متناحرة في ظل هيمنة القصر والاحتلال الإنجليزي. تميزت هذه الفترة بتولي إسماعيل صدقي باشا رئاسة الوزراء، وهو الذي قام بإلغاء دستور 1923 وتعطيل الحياة البرلمانية، ليحكم البلاد بقبضة حديدية مسنودة من القصر الملكي والاحتلال. هذا المناخ القمعي أدى إلى تحول العمل السياسي من النضال الوطني الشامل إلى صراعات حزبية ضيقة ومصالح فئوية، حيث أصبحت الوظائف الحكومية والترقيات وسيلة لشراء الولاءات بدلاً من خدمة المصلحة العامة. يعكس الفيلم هذا الوضع من خلال تصوير القاهرة كمدينة تعيش حالة من التناقض الصارخ، فبينما تغرق النخبة في حفلات البذخ والنزوات الشخصية، يواجه الشباب الجامعي الوافد من الأقاليم مستقبلاً غامضاً يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة التكافؤية. إن الفساد السياسي في الفيلم ليس مجرد خلفية للأحداث، بل هو المحرك الأساسي لمصائر الشخصيات، حيث ترمز شخصية الوزير قاسم بك إلى السلطة التي تستغل نفوذها لإشباع رغباتها الخاصة، مستغلة فقر واحتياج الطبقات الدنيا. تدور أحداث الفيلم في ثلاثينيات القرن العشرين، وهي حقبة اتسمت بالاضطرابات السياسية العنيفة والتحولات الاجتماعية الكبرى في مصر. يصور الفيلم هذه الفترة تحت حكم إسماعيل صدقي باشا الذي عرف بنهجه الدكتاتوري، حيث قام بإلغاء الدستور وحل مجلس النواب، معتمدا في سلطته على دعم القصر الملكي والاحتلال الإنجليزي. هذا السياق السياسي خلق مناخا من الفساد المؤسسي الذي انعكس على حياة المواطنين، وخاصة الشباب والطلاب الذين كانوا يتطلعون إلى مستقبل أفضل في ظل ظروف اقتصادية طاحنة. تشير التحليلات السياسية للفيلم إلى أن شخصية البطلة إحسان شحاتة سعاد حسني لم تكن مجرد فتاة فقيرة، بل كانت ترمز لمصر في تلك الحقبة، مصر التي تعاني من وطأة الاحتلال والفقر الذي دفعها لبيع مبادئها وتراثها. إن سيطرة القوى الثلاثية، القصر، الاحتلال، الوزارة الفاسدة، شكلت مثلث الضغط الذي أدى إلى انفجار القيم الأخلاقية لدى الشخصيات، مما جعل الفيلم نقداً لاذعاً للسلطة الحاكمة في ذلك الوقت وآثارها السلبية على النسيج المجتمعي. تجلت هذه القوى في الفيلم من خلال شخصية قاسم بك، أحمد مظهر، وزير المعارف
الذي يمثل قمة هرم الفساد، حيث يستغل نفوذه ومنصبه لتحقيق مآرب شخصية وحياة سرية مليئة بالفضائح والتحلل الأخلاقي. إن هذا التمثيل الدرامي للسلطة كقوة غاشمة تستعبد الضعفاء وتسحق طموحاتهم هو ما يمنح الفيلم عمقه السياسي، حيث يتم الربط بوضوح بين الفساد في قمة السلطة والانهيار القيمي في قاعدتها. تدور أحداث الفيلم في ثلاثينيات القرن العشرين، وهي حقبة اتسمت بسيطرة النخبة الأرستقراطية المرتبطة بالقصر والاحتلال البريطاني وانتشار الفقر المدقع بين الطبقات الوسطى والدنيا. هذا التباين الصارخ خلق بيئة تغري بالجريمة وتدفع الأفراد نحو مسارات أخلاقية متصادمة. يعرض الفيلم ثلاثة نماذج من الشباب الجامعي الوافد من بيئات مختلفة، يمثل كل منهم استجابة وجودية مغايرة لضغوط الواقع. محجوب عبد الدايم الذي يتبنى العدمية، وعلي طه الذي يتبنى الثورة، وأحمد بدير. بني الفيلم على توازن دقيق بين شخصيات تمثل تيارات فكرية واجتماعية متباينة، وهو ما استمده من نص نجيب محفوظ الأصلي مع بعض التعديلات السينمائية التي أملتها ظروف الإنتاج والرقابة في الستينيات. الشخصيات الأربع الرئيسية في الرواية: علي طه، مأمون رضوان، أحمد بدير، محجوب عبد الدايم، كانت تمثل أطياف المجتمع المصري وتطلعاته المتصارعة. يعد محجوب عبد الدايم الذي جسده حمدي أحمد أحد أكثر الشخصيات تعقيداً في الأدب والسينما، فهو ليس شريراً بالمعنى التقليدي، بل هو بطل مضاد ناتج عن سحق المجتمع للفرد. ينحدر محجوب من أسرة ريفية فقيرة جداً، والده يعمل كاتباً بسيطاً أفنى عمره مقابل ملاليم، مما ولد لدى محجوب حنقاً دفيناً على منظومة العمل الشريف التي لم تورث والده سوى المرض والفقر. تتمحور فلسفة محجوب حول مصطلح طظ، وهي ليست مجرد كلمة عابرة، بل هي موقف أيديولوجي يعبر عن العدمية المطلقة والتحرر من كافة المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية والتراثية. صاغ محجوب معادلته الشهيرة: الدين زائد العلم زائد الفلسفة زائد الأخلاق يساوي طظ، معتبراً أن الأخلاق هي سلاح الضعفاء الذين لا يملكون السلطة. وبما أنه يطمح للوصول إلى القمة بأسرع طريق، فقد قرر التخلي عن هذا العبء الأخلاقي. تشير التحليلات النفسية للشخصية إلى أن محجوب يعاني من عقدة النقص الطبقي التي تحولت إلى تمركز شديد حول الأنا. يرى محجوب أن الآخرين مجرد سلالم للصعود، وأنه غير ملزم بالوفاء لأي شخص ما دام لا يحقق له مصلحة مباشرة. هذا السلوك الدفاعي ناتج عن تجربة الحرمان الحاد في القاهرة، حيث كان يعيش على 3 جنيهات شهرياً لا تكفي حتى لسد الرمق، في حين يرى مظاهر الثراء الفاحش تحيط به من كل جانب. إن المدينة بالنسبة له كانت نداهة سلبية، لم تجذبه بجمالها بل سحقته بمتطلباتها، مما جعله يتقبل عرض سالم الإخشيدي بالزواج الصوري من عشيقة الباشا مقابل الوظيفة والسكن. تعتبر شخصية محجوب عبد الدايم التي جسدها حمدي أحمد ببراعة منقطعة النظير حجر الزاوية في التحليل النفسي والاجتماعي للفيلم. محجوب هو الشاب الريفي الوافد من الصعيد الذي يعاني من فقر مدقع يمنعه حتى من الكفاف، في حين يرى الثراء الفاحش والفساد يحيط به من كل جانب. هذا التباين الطبقي الحاد ولد لديه حقداً طبيعياً وإحساساً بالظلم القهري، مما أدى به إلى تبني فلسفة عدمية لخصها في كلمة طظ. إن فلسفة محجوب تقوم على رفض كل المبادئ والقيم والعقائد، معتبراً إياها أدوات يستخدمها الأقوياء لخداع الضعفاء. بالنسبة له، الذات هي قدس الأقداس، والآخرون ليسوا سوى سلم للارتقاء. لقد صاغ معادلته الصفرية: الدين زائد العلم زائد الفلسفة زائد الأخلاق يساوي طظ، كإعلان عن التحرر الكامل من التراث الاجتماعي في سبيل الوصول إلى الثروة والراحة بأي ثمن. إن قبولاً محجوب لفكرة القرون أو الدياثة من خلال زواجه الصوري من إحسان عشيقة الوزير كان التطبيق العملي لهذه الفلسفة، حيث اعتبر الكرامة وهماً لا يطعم جائعاً. تمثل شخصية محجوب عبد الدايم حمدي أحمد واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ الأدب والسينما، حيث يجسد مفهوم البطل السافل الذي لا يخجل من التنازل عن شرفه مقابل الصعود الطبقي. تنبع انتهازية محجوب من فقر مدقع وحقد طبقي تراكما عبر سنوات من الحرمان في ريف الصعيد ثم في قاهرة تضج بالبذاخ المستفز. كلمته الشهيرة طظ ليست مجرد تعبير عن السخرية، بل هي مانيفستو فلسفي يعلن فيه موت القيم الأخلاقية في نظره، لأنها لا تشبع جائعا ولا تعالج مريضا. من منظور التحليل النفسي،
يمثل محجوب بنية إلهوة آيدي التي تحركها الرغبات البدائية والمكبوتة، سواء كانت جنسية أو عدوانية، في تحد صريح للأنا الأعلى المتمثل في المجتمع والدين. إن صراعه مع سلطة الأب عبد الدايم أفندي هو صراع مركب، فالأب الذي فشل في توفير الأمان المادي أصبح يمثل في نظر محجوب عبئاً جسدياً ونفسياً، خاصة بعد إصابته بالشلل وانقطاع الدعم المالي. هذا الخصاء النفسي دفع محجوب للبحث عن أب بديل قوي، فوجده في قاسم بك، لكنها علاقة قائمة على المقايضة لا الولاء، حيث يقبل محجوب أن يكون زوجاً صورياً لعشيقة الباشا مقابل الوظيفة والمال. إن محجوب يبرر سقوطه بأنه استجابة لميزان الكون المختل، فهو يرى أن السادة في هذا البلد هم لصوص كبار، فلماذا يطلب منه هو الفقير المعدم أن يكون شريفاً؟ صرخته: يا أولاد الكلب، هي دي الدنيا! وهو ينظر إلى قصور الباشوات تكشف عن وعي طبقي مشوه، يختار الانتقام من خلال الانخراط في منظومة الفساد بدلاً من محاولة تغييرها. يمثل قاسم بك أحمد مظهر ذروة الهرم السلطوي الفاسد في الفيلم، فهو وزير في حكومة إسماعيل صدقي، يمتلك النفوذ والمال، لكنه يفتقر إلى أدنى معايير النزاهة. استغلاله لإحسان سعاد حسني لم يكن مجرد علاقة عابرة، بل هو تجسيد لفكرة امتلاك البشر، حيث يرى أن كل شيء قابل للشراء. اختيار أحمد مظهر لهذا الدور كان عبقريا من صلاح أبو سيف، حيث استغل ملامحه الأرستقراطية ليخلق تناقضا بين المظهر الخارجي المهذب والجوهر الأخلاقي المتعفن. أما سالم الإخشيدي أحمد توفيق فهو يمثل الترزي الإداري أو الوسيط الذي يزيت عجلات الفساد. سالم هو ابن القرية الذي سبق محجوب إلى المدينة، لكنه بدلاً من أن يكون عوناً له أصبح هو من يلقي به في بئر الرذيلة. سالم يمثل البيروقراطية التي لا تترقى بالكفاءة، بل بقدرتها على تقديم خدمات خاصة للمسؤولين، وهو يرمز لتحول الموظف العام إلى قواد لصالح السلطة. قاسم بك أحمد مظهر السلطة السياسية والمالية المطلقة، وهو يجسد الاستبداد الذي يمارس السيطرة عبر تسليع البشر. بالنسبة لقاسم بك فإن محجوب وإحسان ليسا إلا أدوات لمتعته وتثبيت نفوذه، فهو يشتري صمة الأول بمال الحكومة وجسد الثانية بوعود الرفاهية. قاسم بك هو جزء من سلسلة تبعية وصفها محجوب بدقة. الإخشيدي يتبع قاسم بك، وقاسم يتبع صدقي، وصدقي يتبع الملك، والملك يتبع الإنجليز. أما سالم الإخشيدي فهو المهندس الوظيفي لهذه الصفقات القذرة، هو يمثل شريحة من الموظفين الذين صعدوا عبر القوادة الإدارية ويشجعون الآخرين على اتباع مسارهم. الإخشيدي هو الذي يطرح الصفقة الشيطانية على محجوب، مستغلا فقره وحاجته للعمل ليحول الزواج إلى ستار لممارسة الرذيلة. هو يجسد البيروقراطية التي لا تخدم الشعب، بل تخدم رغبات البكوات وتقتات على كرامة المحتاجين. شخصية إحسان شحاتة سعاد حسني الضحية الحقيقية في هذا المثلث الدرامي، فهي الفتاة الفقيرة التي تحب علي طه المثقف، لكن فقر أسرتها وجشع والدها دفعها لأن تصبح عشيقة للباشا. يرى المخرج صلاح أبو سيف أن إحسان ترمز إلى مصر في حقبة الثلاثينيات، تلك البلاد الجميلة التي يتم بيعها بالمزاد العلني للفاسدين والمحتلين. إحسان لم تسقط بمحض إرادتها، بل سقطت لأن البطون الخاوية تذهب بالعقول. إن مشهد بيع الأب لابنته وموافقة الأم على الخطيئة مقابل المال هو أقصى درجات الإدانة المجتمعية التي قدمها الفيلم. تمثل إحسان الصراع بين العاطفة المثالية حبها لعلي طه والواقع المادي المذل ارتباطها بقاسم بك، وهي تراجيديا تكررت في أعمال نجيب محفوظ لتعكس ضياع الأحلام البسيطة في مواجهة وحش الطبقية. إحسان التي قامت بدورها سعاد حسني نموذجاً للفتاة التي نشأت في بيئة فاسدة ومناخ سيء لم يسمح لها بالوفاء بوعودها لحبيبها علي طه. إحسان هي ضحية الفقر والجوع الذي ينهش عائلتها، وضحية أب مستعد لبيعها بأعلى سعر ليطعم باقي أطفالها. ورغم حبها الصادق لعلي طه وتعلقها بأحلامه، إلا أن ضغط الواقع كان أقوى منها مما دفعها للتضحية بنفسها. إن إحسان في الفيلم ترمز لمصر التي تغتصب من قبل النخبة الفاسدة، وهو ما أكده المخرج صلاح أبو سيف في رؤيته للشخصية. إحسان شحاتة سعاد حسني الرمز الأكثر إيلاما في الفيلم، فهي تجسد مصر التي تباع وتشترى في سوق النخاسة السياسية والاجتماعية. نشأت إحسان في بيئة مريضة بالفقر تحت رحمة أب مقامر شحاتة تركي
وأم عاهرة سابقة تحرضها على استغلال جمالها كباب للرزق. إحسان ليست منحرفة بطبعها، بل هي ضحية لواقع مأزوم سحق رومانسيتها وطهرها. العلاقة بين إحسان وعلي طه تمثل الجانب الواعي والمثالي في حياتها، لكن هذا الحب لم يصمد أمام سطوة الجوع وضغوط الأسرة. قبولها بأن تصبح عشيقة لقاسم بك وزوجة لمحجوب هو انتحار أخلاقي قامت به لإنقاذ إخوتها الصغار من مصيرها الأسود. في مشهد لقائها بعلي طه في نهاية الفيلم يتضح أنها ترى في سقوطها وسيلة لتطهير الجيل القادم، فهي تضحي بحاضرها وشرفها لكي ينشأ إخوتها في ظروف أنظف. يرى التحليل النفسي أن إحسان تمثل الرغبة المحرمة التي يتنازعها قطبان: علي طه الأنا الواعية، ومحجوب وقاسم بك الليبيدو والسيطرة. هي ربة البيت العجيب الذي يقتسمه رجلان، أحدهما يمتلك المنصب والمال قاسم بك، والآخر يمتلك الاسم والشرعية الصورية محجوب. هذا الانقسام يعكس تفتت الشخصية المصرية تحت وطأة الاحتلال والفساد، حيث تضيع الهوية بين الولاء للمبادئ وبين ضرورة البقاء. يجسد علي طه عبد العزيز مكيوي التيار الثوري الاشتراكي أو الماركسي الذي يحلم بمجتمع أكثر عدلاً وتوزيعاً منصفاً للثروات. ورغم كونه النموذج الأخلاقي في الفيلم، إلا أن التحليل النقدي يرى فيه نوعاً من العجز، فهو مثقف يملك الكلمات والشعارات، لكنه يفتقر للقدرة العملية على حماية حبيبته أو تغيير الواقع المباشر. علي طه يمثل الأمل في التغيير، لكنه أيضاً يظهر كشخصية تعيش في عالم الأفكار، بينما يغرق الآخرون في واقع الرذيلة والاحتياج. يقف علي طه عبد العزيز مكيوي كالنقيض التام لمحجوب عبد الدايم، فهو يمثل الأنا إيجو التي تسعى للتوازن من خلال الوعي الاجتماعي والسياسي. علي طه هو المثقف الذي يؤمن بالعلم والاشتراكية والمساواة المطلقة للمرأة، ويرى أن الحل لا يكمن في الخلاص الفردي بل في الثورة الجماعية على المنظومة الفاسدة. يوصف علي طه في الرواية والفيلم بأنه فقير واشتراكي، ملحد وشريف، عاشق عذري. هذا المزيج من الصفات يجعله شخصية طليعية في مجتمع محافظ ومستغل. إن حبه لإحسان لم يكن مجرد غريزة، بل كان مشروعاً لبناء حياة نظيفة قائمة على الفكر المشترك. لذا فإن صدمته في سقوطها كانت صدمة في قدرة المبادئ على الصمود أمام الواقع الكابوسي. رغم مرارة خيبته، يظل علي طه في الفيلم رمزاً للأمل التاريخي، فهو الشخص الذي يستمر في تعليم الأطفال مبادئ الكرامة حتى وهو يرى حبيبته ترتدي ملابس الباشا. هو يدرك أن المجتمع يغري بالجريمة، وبالتالي فإن غضبه يتجه نحو المجرمين الأقوياء لا الضحايا الضعفاء. علي طه يمثل الجيل الذي سيمهد الطريق لاحقاً لثورة 1952، حيث يتحول الوعي الفردي إلى فعل سياسي منظم. يمثل أحمد بدير عبد المنعم إبراهيم الصحفي الذي يرى الفساد ولا يملك إلا السخرية منه. هو الشخص الذي يسير مع التيار ليقينه بعدم وجود أمل في الإصلاح، وهو ما يجعله نموذجاً آخر للإنبالات والتحلل من المسؤولية الاجتماعية، وإن كان بأسلوب أقل فجاجة من محجوب. يؤدي أحمد بدير عبد المنعم إبراهيم دوراً محورياً كمراقب للأحداث. هو الصحفي الذي يرى كل شيء، ولكنه يختار السخرية واللامبالاة كوسيلة للبقاء. يمثل أحمد بدير المثقف الذي فقد الأمل في التغيير المباشر، فبات يكتفي برصد الفساد وتغطيته في صحافته دون أن يملك القدرة على مواجهته. في حين يثور علي طه وينحدر محجوب، يظل أحمد بدير في المنطقة الرمادية. هو خائف ولكنه واع. سخريته اللاذعة هي آلية دفاع نفسية تحميه من الانهيار أمام القبح الذي يشاهده يومياً في حفلات البهوات وسهراتهم. هو يمثل حلقة الوصل بين الأصدقاء والصوت الذي يذكرهم دائماً بعبثية الموقف، ولكنه في النهاية يظل صحفياً قبل الليسنس وبعده، عاجزاً عن كسر حلقة الفساد. لا تعمل الشخصيات في القاهرة 30 في فراغ، بل هي جزء من شبكة فساد مترابطة تبدأ من القمة وتتغلغل في أدق تفاصيل الحياة اليومية للموظف. والد ووالدة إحسان يمثلان السقوط الأخلاقي في القاع، فالأب مقامر عاطل يرى في ابنته مصدراً للرزق، والأم محرضة على الرذيلة تحت مسمى المسؤولية. هما يمثلان فئة فقدت آدميتها تحت وطأة الفقر، وباتا يتاجران بأغلى ما يملكان للبقاء. والد محجوب عبد الدايم أفندي يمثل الشقاء الصامت، مرضه وحاجته للعلاج هي القشة التي قسمت ظهر مبادئ محجوب، مما يطرح سؤالاً أخلاقياً عميقاً: هل يمكن لوم الجائع إذا سرق أو باع كرامته؟ إكرام هانم نيروز.
تمثل الطبقة الأرستقراطية المتعالية التي تعيش في صالونات الثقافة والترف منفصلة تماما عن واقع الحرافيش والطلاب الجياع. برع صلاح أبو سيف في استخدام اللغة البصرية لتعميق الدلالات السردية للفيلم، معتمدا على مدرسة الواقعية التي لا تكتفي برصد السطح بل تغوص في الأسباب الكامنة وراء الظواهر. ووكل أبو سيف للمصور دورا محوريا في تنظيم الفضاء وتأطير الصورة، مما جعل الفيلم يبتعد عن المسرحية المصورة ويقترب من السينما الخالصة. اعتمد صلاح أبو سيف في القاهرة 30 على لغة بصرية شديدة التعقيد، ووكل فيها دورا محوريا لمدير التصوير في تنظيم الفضاء وتأطير الصورة. تميز الفيلم بما وصفه النقاد ببلاغة اللقطة الطويلة التي تعمل على ضبط ردود فعل المتفرج وإدخاله في عمق الحالة النفسية للشخصيات. ترابطت الأحداث في الفيلم وفق قانون الصورة، حيث تم توظيف الحركة، سواء حركة الكاميرا أو حركة الممثلين، لضبط تمثل المتفرج للأثر السينمائي. الفيلم يبتعد عن خصائص المسرح ليقدم كائنات من ضوء ولون تقنع المتفرج بأنها كائنات حقيقية من لحم ودم، وهو جوهر المدرسة الواقعية التي لا تكتفي بالرصد بل تخلق واقعاً موازياً يمس وجدان المشاهد. استخدم أبو سيف التشبيهات والاستعارات البصرية بكثافة، مثل لوحة لولا الراعي ما نكست الرعية، التي كانت بمثابة إدانة واضحة لرأس السلطة الملك، باعتباره المسؤول الأول عن انحدار الشعب. كما أن تصميم الديكور الذي أشرف عليه ماهر عبد النور نجح في تجسيد الفروق الطبقية الصارخة بين منازل الوزراء الفخمة وبيوت الفقراء المتهالكة في القاهرة القديمة. مشهد القرون الشهير، استخدم المخرج رأس غزال محنط في منزل محجوب، وتموضع الكاميرا بحيث تظهر القرون فوق رأس محجوب أثناء حديثه، في إشارة بصرية فاضحة لدوره كتديوث أو قواد ارتضى الهوان مقابل المال. بلاغة اللقطة الطويلة، اعتمد الفيلم على اللقطات الطويلة لونج تيكس التي تتبع حركة الشخصيات وتفاعلهم مع البيئة المحيطة، مما يمنح المشاهد إحساساً بواقعية الأحداث وترابطها العضوي. الديكور كرسالة سياسية، تظهر في الخلفيات لوحات مكتوب عليها شعارات مثل لولا الراعي ما نكست الرعية، وهي إدانة مباشرة للملك والنخبة الحاكمة كمسؤولين عن فساد الشعب. كما استخدم اللوحات الإعلانية التي تمجد المال، مثل بالمال تتحقق كل الأحلام، لنقد الفكر المادي الرجعي. المرايا والظلال، استخدمت المرايا في مشاهد محجوب لتعكس ازدواجية شخصيته، والظلال لتعميق الإحساس بالوحشة والضيق في غرفته الفقيرة فوق السطوح. يعتبر مشهد ظهور محجوب عبد الدايم وخلفه قرون الثور أحد أشهر المشاهد الرمزية في تاريخ السينما العالمية والمصرية على حد سواء. استخدم المخرج صلاح أبو سيف هذا الرمز ليعبر بصرياً عن الحالة الأخلاقية التي وصل إليها البطل، وهي قبول الدياثة والتعريض في سبيل الترقي الوظيفي. القرون هنا ليست مجرد أداة زينة في الديكور، بل هي علامة سيميائية تشير إلى فقدان الغيرة والشرف. ترتبط رمزية القرون بجذور تاريخية وميثولوجية عميقة استعرضها الباحثون في 4 سياقات أساسية. 1. العصر الروماني، كان القياصرة يهدون الجنود المنتصرين قرونا كرمز للنصر، لكن الشعب حولها ساخرا إلى رمز للهزيمة داخل غرف النوم بسبب غيابهم الطويل عن زوجاتهم. 2. أسطورة المينوتور الإغريقية، حيث كانت القرون علامة على خيانة الملكة باسيفاي لزوجها الملك مع ثور، مما جعل القرون رمزا دائما للخيانة الزوجية. 3. التاريخ الإنجليزي 1799، انتشرت عادة تزويج الفتيات الصغيرات لرجال سلطة مسنين مقابل المال، وكان الأزواج يسمحون لزوجاتهم بنزواتهم، فاستخدمت القرون كناية عن هذا الوضع. 4. الإمبراطور اليوناني أندرونيكوس كان يأمر بوضع قرون على منازل زوجات الجنود الذين يتردد عليهم كدليل على حضوره، وهو ما اعتبره البعض تشريفا فاسدا. في القاهرة 30 يقول محجوب لنفسه في حوار داخلي عميق: قرنان في الرأس يراهما الجاهل عارا، وأراهما حلية نفيسة. قرنان في الرأس لا يؤذيان، أما الجوع. هذا التصريح يعكس ذروة الوصولية المثقفة، حيث يتم تبرير الانحطاط الأخلاقي بمسوغات عقلانية باردة، مما يجعل من محجوب بطلا تراجيديا في عالم لا يعترف. استخدم صلاح أبو سيف بلاغة اللقطة الطويلة والديكور لتعميق تحليل الشخصيات. الغرفة الضيقة التي تجمع الأصدقاء الثلاثة محجوب وعلي وأحمد تعكس حالة الحصار المادي الذي يعيشه جيل بأكمله.
في المقابل، تبرز الفيلا الخضراء الخاصة بقاسم بك كرمز للجنة الزائفة الموعودة لمن يقدم كرامته قرباناً. تظهر الكاميرا الموضوعية والكاميرا الذاتية كأدوات سيميائية لرصد بواطن الشخصيات. فعندما تتسلل الكاميرا إلى غرفة نوم إحسان وهي تتأمل أنوثتها بملابسها الجديدة، نرى تحولها من فتاة فقيرة إلى سلعة فاخرة تكتشف سحرها الخاص من خلال هدايا الباشا. وفي الوقت نفسه يرصد المصور الأكبر انبهاراً محجوب بسلطان المال، وهو يرى نفسه شريكاً في هذا الترف، مما يعزز فكرة انتصار المادة المؤقت على القيم. كما تلعب مسرحية غادة الكاميليا التي يشاهدها علي وإحسان دوراً رمزياً قوياً، فهي تعكس مصير إحسان المحتوم، المرأة التي يرفضها المجتمع بسبب ماضيها رغم حبها الصادق. النكبة هنا ليست في جمال إحسان أو فقرها، بل في المجتمع المريض الذي لا يسمح بالتوبة أو الصعود الشريف للفقراء. عند تحويل رواية نجيب محفوظ إلى فيلم، طرأت تعديلات جوهرية تعكس الفوارق بين رؤية الأديب في الأربعينيات ورؤية السينمائي في الستينيات. وبينما كانت الرواية تنتهي بانسداد الأفق وفضيحة محجوب وهربه، دفع صلاح أبو سيف بنهاية أكثر ثورية تتماشى مع الفكر الاشتراكي الذي كان سائداً وقت إنتاج الفيلم. أدخل السيناريو الذي شارك فيه وفية خيري وعلي الزرقاني ولطفي الخولي تعديلات على شخصية علي طه ليجعله يمثل الطليعة المثقفة القادرة على توعية الجماهير، وهو ما عرف بالحل اللينيني للمشاكل الاجتماعية. كما تم تكثيف الحوار السينمائي ليصبح أكثر حدة ومباشرة، خاصة في ترديد محجوب لكلمة طظ التي أصبحت ثيمة موسيقية تعبر عن انهيار القيم. إن حذف شخصية مأمون رضوان في الفيلم كان قراراً استراتيجياً من صلاح أبو سيف، فمأمون في الرواية كان يمثل البلسم الإلهي لكل الأزمات، وحذفه جعل الصراع ينحصر بين الثورة علي والسقوط محجوب، مما وضع المشاهد أمام خيارين حاسمين لا ثالث لهما في مواجهة الفساد. أحد أكثر الفروق إثارة للجدل بين رواية القاهرة الجديدة وفيلم القاهرة 30 هو الحذف التام لشخصية مأمون رضوان، الطالب الذي يمثل التيار الديني الإخوان المسلمين. في الرواية كان مأمون أحد الأصدقاء الأربعة الذين يمثلون صراع الهويات في مصر، ولكن صلاح أبو سيف قرر حذفه في السيناريو النهائي. برر أبو سيف هذا الحذف بوجود موجة قوية ضد الإخوان المسلمين في عام 1965، حيث كان الكثير منهم في المعتقلات. وخشي أبو سيف أن يفهم وجود الشخصية في الفيلم على أنه هجوم انتهازي على الجماعة استغلالاً للظروف السياسية، أو أن ينظر للفيلم كأداة دعائية للسلطة. وافق نجيب محفوظ على هذا المقترح، مما أدى إلى فقدان التوازن الرباعي الذي وضعه محفوظ في الرواية، وتحويل الصراع في الفيلم ليكون ثنائي القطب بين الاشتراكية علي طه والعدمية محجوب عبد الدايم. لم يكن خروج القاهرة 30 للنور أمراً سهلاً، فقد اصطدم المشروع بالرقابة عدة مرات بسبب جرأته في طرح قضايا الدياثة السياسية والفساد الأخلاقي للمسؤولين. رفضت الرقابة السيناريو في البداية عندما تقدم به صلاح أبو سيف، ومن المفارقات التاريخية أنه عندما أصبح نجيب محفوظ رئيساً للرقابة عرض عليه أبو سيف المشروع، لكن محفوظ رفض إجازته قائلاً: ضميري لا يسمح بالموافقة على عمل رفضه غيري لمجرد أني صاحب قصته. لم يحصل الفيلم على التصريح إلا في عام 1966 في عهد رئيس الرقابة عبد الرحيم سرور، وبدعم من المنتج جمال الليثي الذي آمن بقيمة العمل. واجه فيلم القاهرة 30 رحلة شاقة ومعقدة مع الرقابة المصرية استمرت لسنوات. بدأت الأزمة برفض الرقباء المتعاقبين للمعالجة السينمائية التي قدمها صلاح أبو سيف للرواية. وعندما عين نجيب محفوظ نفسه مديراً للرقابة عام 1959، توقع الكثيرون أن يجاز الفيلم فوراً، إلا أن محفوظ رفض إجازة روايته الشخصية تجنباً لإثارة الشبهات أو القيل والقال حول محاباته لنفسه، مما أدى لتأجيل العمل سنوات أخرى. كما لعب عنوان الفيلم دوراً حاسماً في العبور من مقص الرقيب، فالرواية كانت بعنوان القاهرة الجديدة، وعند إعادة نشرها اقترح إحسان عبد القدوس تسميتها فضيحة في القاهرة، ولكن صلاح أبو سيف اختار عنوان القاهرة 30 ليؤكد بشكل قاطع أن الأحداث تدور في فترة تاريخية مضت، الثلاثينيات، ولا تمس نظام ما بعد ثورة 1952، وهو ما مكنه في النهاية
من الحصول على الموافقة عام 1965. من الأحداث الطريفة والخطيرة في كواليس التصوير واقعة المنشورات الشيوعية، حيث اتصل صلاح نصر رئيس المخابرات بوزير الثقافة ثروة عكاشة ليخبره بوجود منشورات توزع في منطقة باب الحديد. تبين لاحقا أن هذه المنشورات كانت مجرد إكسسوار تم طبعه في مطبعة معهد السينما لتصوير المشهد الختامي للفيلم، وهو ما يعكس المناخ الأمني الذي أحاط بصناعة السينما في تلك الفترة. سعاد حسني كانت ترفض دور إحسان في البداية لأنها كانت تخشى الأدوار التراجيدية الثقيلة وتفضل الأدوار الخفيفة، واستمر المخرج في انتظارها لمدة 14 يوما من التصوير دون بطلة، رافضا منح الدور لنادية لطفي التي كانت متحمسة جدا له. حمدي أحمد كان هذا أول أدواره السينمائية، ولم يكن نجيب محفوظ مقتنعا به كوجه جديد لأداء شخصية بهذا الثقل. استقبل محفوظ حمدي أحمد بجفاء في البداية بسبب حقارة الشخصية، لكنه بعد مشاهدة الفيلم اعترف بعبقريته في تجسيد محجوب. عبد العزيز مكيوي أدى دور علي طه ببراعة، وكان هذا الفيلم هو البطولة الوحيدة البارزة له، حيث جسد صورة المثقف الحالم الذي يصطدم بواقع ملوث. كان الفيلم بمثابة منصة لانطلاق مواهب فنية غيرت وجه السينما المصرية. حمدي أحمد قدمه أبو سيف لأول مرة في دور عمره، ورغم أن نجيب محفوظ لم يكن مقتنعا به في البداية لحداثة سنه، إلا أن حمدي أحمد أثبت جدارة استثنائية في تجسيد الحقارة المقنعة بالفلسفة. سعاد حسني تخلصت في هذا الفيلم من ثوب الفتاة الرقيقة لتقدم دورا تراجيديا معقدا يجمع بين البراءة والاضطرار للرذيلة، مما أكد قدراتها كممثلة درامية من الطراز الأول. أحمد مظهر جسد دور الباشا الفاسد ببرود أرستقراطي متقن، مظهرا الوجه القبيح للسلطة التي لا ترى في البشر سوى أدوات للمتعة. عبد العزيز مكيوي برز في دور علي طه ليكون صوتا للمبادئ وسط ركام الانحلال، وكان رحيله في عام 2016 إذانا برحيل آخر أبطال هذا العمل الخالد. لقد تجاوز فيلم القاهرة 30 كونه عملا سينمائيا ليصبح جزءا من الوعي الجمعي المصري. أصبحت شخصية محجوبة عبد الدايم كشافا سلوكيا يستخدمه الناس لتقييم الشخصيات الانتهازية في حياتهم الواقعية. الفيلم يطرح سؤالا أزليا: هل الفرد مسؤول عن انحرافه الأخلاقي، أم أن المجتمع هو الذي يدفع الفرد نحو الخطيئة؟ يرى النقاد أن الفيلم لا يزال يتمتع براهنية مدهشة، حيث أن آليات الفساد والمحسوبية والبيروقراطية التي صورها في عام 1933 تتكرر